السلام عليكم ميزامي، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. نعتذر على صوتي، راه باح شويه، انا مريضه، ولكن جبت لكم اليوم وصفه صيفيه. كما تعرفوا انا في فصل الصيف لازم هاد الوجبات الخفيفه دائما نجيبو منهم. شوف كيفاش تخرج لنا خفيفه ما شاء الله، مورقه. نخدموها بلا بات فايتي، العجينه المورقه. نبداو على بركة الله مع المكونات. عندي 2 حبات فلفل احمر حلو، عندي 2 حبات طماطم اللي كانوا طايبين مليح، عندي 2 حبات بصل اللي يكونوا كبار، عندي زيتون اخضر بدون نواه، عندي زيتون اسود، عندي ملعقة طماطم كبيرة مصبرة. بعد ما قشرنا البصل تاعنا نقطعوه الى مربعات صغيرة جدا على حسب الذوق تاعكم. نقدر نقطعوه الى شرائح، ومن بعد نعاودو نقطعوه الى مربعات صغيرة جدا. كما قلت لكم هذه العجينه المورقه انا هذه المره شريتها من السوبر ماركت او السوبيرات، ولكن في الوصفات القادمه حنحط لكم الوصفه تاعها باذن الله. هكذا نقطعو كامل البصل تاعنا بنفس الطريقه. هكذا شوفوا لهنا انا عندي حبات مازالوا لي شويه كبار، نحاول نزيد نقطعهم الى قطع صغيره، ما نخليهمش هكذاك باش كامل يطيب لي بنفس درجه الطياب ويكون شكل واحد، يعني حيجي متجانس. هكذا حيت تقولوا لي اذا نقدر نقطعه في الاشواط، نقول لكم تقدروا، ولكن الشكل مش حيجي شباب كيما كي تقطعوه هكذا بيدكم. كملوا كامل البصل اللي عندنا، ودوكا لهنا بعد ما كملت قطعته كامل بنفس الكميه. دوك ندوروا الفلفل الاحمر الحلو، هو كذلك نقطعوه الى مربعات صغيره جدا، تكون بالتقريب على حسب البصل اللي قطعناه. نحاول نقطعهم كامل نفس الحجم. هكذا في هذه الوصفه ما ننصحكمش بالفلفل الاخضر، لانه الفلفل الاحمر الحلو كما نعرفوا الذوق تاعو يختلف على الفلفل الاخضر. بعد ما كملنا الفلفل كذلك درنا في المقله تاعنا باش كملوا نقطعوا الطماطم. انا هنا الطماطم تاعي ما فيهاش بزاف الزريعه، ما فيهاش بزاف الملح حيت الكميه اللي كاينه، وانتم الا كان فيها بزاف الزريعه يعني نحيوها ما تخليوهاش، لانه راح تفسد لكم الطعم وتجي التكتوكه تاعنا قارصه حامضه كما نقولوا لها. نقطعها هي كذلك الى قطع صغيره بنفس الحجم اللي قطعنا البصل والفلفل الاحمر الحلو. نحاول نقطعهم كامل نفس الحجم. هكذا بعد ما كملنا الطماطم كذلك نجيبو الزيتون تاعنا نقطعوه كذلك، هو نحاولوا عشوائيا ماشي كبير وماشي صغير، هكذا بهذا الشكل اللي تشوفوا فيه انا نقطع فيه.
واللي وصلت لهذا الان وراني واصله، يعني معناتها عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وضغط زر الجرس، جيم وكومنتير شباب كيما قلوبكم، وشاركوا الفيديو مع احبابكم جيرانكم اصدقائكم اللي تعم الفائده. هكذا قطعنا كامل الزيتون اللي عندنا، عفوا ما قطعتش كامل الزيتون، ونزيدو عليه حوالي ملعقتين زيت نباتي، نزيدو نصف ملعقة ملح، ونخلطو كامل المكونات. ونغطيو المقله تاعنا. كما قلت لكم الزيتون ما قطعتوش كامل، قطعت حوالي 10 حبات والباقي خليته مرة أخرى. ولا هنا بعد ما طابت لي التكتوكة تاعي شوفوا كيفاش مازالها فيها شويه ما، نزيد لها ملعقه تاع الطماطم هذيك بحوالي ملعقتين او ثلاثه من الماء، نحلها فيها هذيك الطماطم ونديرها على تكتوكه تاعي وخليها الزيت تنشف شويه، ومن بعد نخليوها تبرد. ولا هنا ولينا العجينه تاعنا اللي كنا قسمنا. انا كان عندي كيلو تاع عجينه مورقه، قسمته على اثنين قطعتين متساويتين، وجبت النصف درت شويه طاحين في سطح العمل وراني نحل فيها كما راكم تشوفوا هكذايا، والنصف الاخر خبيته من بعد نسحقوه. نحلوها بهذه الطريقه على سمك حوالي 1 مليمتر او اثنان من الافضل يكون 2 مليمتر. ونبدوها بالحلال ونحطوها في الصينيه تاعنا بكل سهوله، ما كاش حتى صعوبه. حاولوا برك نتبعوا الخطوات وتنجح معكم الوصفه باذن الله. هكذا ونقطعوا الحواف بالحلال تاعنا. حاولوا نطلعوا شويه العجينه باش ما تقطعهاش بزاف كبيره في الحواف، طلعوها باش كي تقطع تجينا سوا. هكذا فهمتوني، يعني باش كي تهبط مش حتجينا عاليه بزاف. هكذا نحو الحواف تاعنا كما تعرفوا ما يلزمش نعجنوهم، نسحقوهم الى نحبوا نديرهم في وصفه اخرى، نطبقوهم غير هكذايا بشويه، لانه لو كان نعجنوهم عادي راح يروحوا لهم هذيك الطبقات التورق تاع الزبده، ما توليش تصلح كعجينه مورقه. نحاولوا نسويو العجين تاعنا ونجيبو التكتوكه تاعنا اللي طابت لنا. شوفوا فاش خرجت لنا شابه، اللون رائع. ونسويوها هي كذلك على سطح العجين. بالمناسبه التكتوكه تاعنا ما تكونش بزاف ما نكثروش. ولهنا جبت تونه تاع الطماطم، كما تقدروا نتوما ديروا تاع الزيت ولا تاع الماء، لكم الاختيار واش تحبوا ديروا ولا تقدروا ديروا حتى لحم مفروم او دجاج مفروم. اليوم فضلت اني ندير الطون تاع الزيت تاع عفوا تاع الطماطم. لهنا جبت جبن طاري قطعته مربعات صغيره، وجبت الجزء الاخر من العجين ثاني نزيد نحلو هو نفس الطريقه اللي حليت به الجزء الاول. منساوش دائما نستعين بالطاحين باش ما تسقناش. شوفوا السمك
حوالي 2 ملم كما قلت لكم. ديروهاش رقيقه بزاف، ما ديروهاش خشينه، هكذا باش تورق لنا تجينا شابه. انا الصينيه تاعي فيها 30 على 40 سنتيمتر. ونحطوا العجينه فوق التكتوكه تاعنا، ونقطعوا الحواف عادي كما في الاول. كما قلت لكم كي تروحوا ترفدوها حاولوا تستعينوا بالحلل باه ما تقطع لكمش. هكذا نقطعوا كامل الحواف ونحيوهم، ونعاودوا نسيو نعدلوا العجينه تاعنا. ونجيبوا حبه بيض اللي كنا زدنا لها ملعقه حليب وقرصه ملح، نخلطوها مليح. ونجيبوا البانسو ندهنوا كامل السطح تاع العجين. هكذا ونجيبوا سكين نقطعوها الى مربعات كما تشوفوا. انا قطعتها العجينه تاع في الاول على 2، ومن بعد زدت قطعت على 3، ومن بعد زدت نقطعها على 4 هكذا. وزيد نقطعها كذلك بالطول. ما تحبطوش الموس حتى لتحت كامل. من الافضل نطراسيو برك. ونحطوا حبات الزيتون الاسود تاعنا في كل حبه، في كل حبه تاع كوكا نحطوا حبه زيتون للتزيين فقط. في المرحله تقدروا تزيدوا جلجلان او سانوج، لكم الاختيار. انا فضلت اني نخليها هكا. لهنا بعد ما طابت لي من تحت جبت جبن مبشور، درتو كامل من الفوق. هكذا نحطو كامل هذاك الجبن المبشور من الفوق، ونعاودو نرجعوها للكوشه. الزيت تحمر لنا من الفوق ويذبنا الجبن كما بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا فيها. يعني جت رائعه، تنفخت كما حب الخاطر. عليكم على تجربوها. كما قلت لكم عفوا كما قلت لكم ما تنساوش الاشتراك وضغط زر الجرس، وتشاركوا الوصفه مع احبابكم وجيرانكم واصدقائكم. واذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم كومونتير شباب كيما قلوبكم الزينه. شوفوا الوصفه يعني ناجحه 100%، وصيفيه بامتياز. عليكم على جربوها، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.